كريم تعالى هنا. شوف يا بنتي والله الطماطم جميل. علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا حبايب قلبي، ان شاء الله باذن الله النهارده الحمد لله جبنا لقيت الراجل معدي النهارده، جبنا بتاع عداد طماطم معاه. لا امبارح يا رب مش النهارده، امبارح كان نافد من هنا وبيع طماطم بالعدايه. يعني العدايه بكام؟ ب 120 جنيه. فيها كام؟ قال لي فيها 27 كيلو. فين العدايه؟ الحاج قال لي 27 كيلو وب 120 جنيه. المهم نزلت وشفتها وعجبتني، يعني الحمد لله. هي يا حبايب قلبي اهي اهي اهي. انا جايباها على فكره امبارح، جبتها امبارح. علينا شويه عشان نشوف باين انا واضحه قوي والبتاع واضح. والصوت ايوه. المره اللي فاتت لما جيت اعمل الكرومب هنا ما كانش الصوت واضح. المهم يا حبايب قلبي الطماطم زي ما انتم شايفينها، هي الطماطم اهيت اهي، باين ما فيهاش ولا اي حاجه خالص. اهي 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 اي حاجه اهي 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 خلاص، هي اصلا شكلها باين اهي. المهم يا حبايب قلبي لقيتها حلوه. المهم لقيتها حلوه. وبكام يا عم؟ قال لي ب 120 جنيه البتاعه دي، العدايه اهي. العدايه اهي، قول له مشيت العدايه اهي. كريم واقف ازاي؟ ماشي. المهم هاتيه اشرب. المهم جبتها على 100 جنيه والله، اقسم بالله العلي العظيم. يمكن انا جبتها على كام يا بنتي؟ 90 جنيه. 90 جنيه والله. تقول لي الراجل لا ده مش عارفه ايه، ده فيها حته خضراء، ده مش عارف. المهم كمان قدام الباب. وجيت معاه العربيه مليانه، قلت له على 90 جنيه. قال والنبي انت قلت له عليا انا فشاره ولا؟ اقسم بالله اللي حصل، والله اللي حصل. قلت له على 90 جنيه. ولكن لو الراجل قال لي طب خليها حتى ب 100، قلت له لا ب 90 جنيه. طب خلاص 95 حتى. خليها على 95، قلت له والله هي 90 جنيه. اي لا. المهم اهي، ليه فيها مشكله بقى؟ بصوا فيها مشكله. ايه المشكله؟ ديت اهي شوفي اهي جامده وجميله اهي ديت من العدايه، لا بتصر ميه ولا اي حاجه اهي، مفيش ميه. ديت من العدايه بس، وديت فيها حته خضراء بس. هجيب عليك الكاميرا اهي دي فيها حته خضراء بس اهي. شوفوا كلها عامله ازاي، بس الحته الخضراء دي بس. ماشي، دي المشكله. في طماطم بقى اهي بسم الله ما شاء الله ولا فيها اي حاجه خالص اهي. واحد كلمه بتاعت التليفون من ايه اهي وكلها بالعنق بتاعها. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظها يا رب. المهم يا حبايب قلبي هي جميله والله، جميله ما فيها العيب الحمد لله. اهي ما فيهاش حته ولا كسر ولا بتصر ميه ولا اي حاجه. المهم جبتها على 90 جنيه. ماشي، خليتها من امبارح. اللي عايز يفصل في الطماطم يا جماعه يجي له ميه تفصل له. خليتها من امبارح للنهارده علشان الحته الصفرا دي كانت جامده يا فاهم، قليل واحده خالص. الحته الصفرا ديت بقى ممكن اشقها نصين مثلا. النهارده بعمل جنب الاكل مثلا طماطم بدقه، احشاها دقه. يعني الحته الصفرا ديت مثلا او الخضرا دي هتتحط في طبق وتحط فيها حبه دقه سلطه مثلا. مش هعمل طماطم النهارده اقوم مخليه الحته فيها خضرا دي، الحته اللي فيها خضرا ده ايه، اقوم حطها في التلاجة واسيبها للسلطه، لطماطم بدقه، لاي حاجه حته بتاع. المهم واعمل الحمرا اللي هي زي دي مثلا كده، اللي زي ديت كلها حمرا بس قليل واحده اللي فيها الحته الخضرا دي زي اللي على الصينيه كده اهي. المهم انا هنقي برضو الحته اللي هي الخضرا دي، انا هحطها اللي الدق. ماشي يا حبايب قلبي، تعالوا بقى معايا شوفوا انا بعمل ايه. والكرنب جبت كرنبايه ب 5 جنيه، جبت 4 كرنبات ب 20 جنيه. ماشي، مش منه لا، وانا جايه جبت العلم المدرسه من اللي جبنا منها المره اللي فاتت. لقيتها الحاجه قاعده، فقلت لها كرنبايه، قالت الكرنبايه ب7 لا ب10 لا مش عارفه، قلت لها ب5 جنيه.
لا ازاي؟ قلت لها والله هي ب5 جنيه. اي زي لا. بامانه يا جماعه اللي عايز يفاصل في حاجه يجي له والله ميه العظيم تفصله. فصلت وحياة ابني وحياة ولادي وحياة اللي لا. يا كريم. والله اللي تهزمني 7 سنوات انني رخصت في الطماطم ورخصت في الكروم. ماشي. في كرومبايه ب5 جنيه. اه والله جبتها ب5 جنيه. والله المره كانت بتقول لي ب10 جنيه، قلت لها لا ب5. اي زي لا. ايه قولي لها بقى ده بلاني، ايه ده مش عارف، ده لا هتاخدها للمخلل، ده ما فيهاش حاجه، ده مش عارفه ايه. وانا فعلا جايباهم للمخلل. اوعى كريم. يا كريم. وانا فعلا جايباهم للمخلل. والله في نيتي ان انا اجيب للمخلل، لان اصلا الكروم اللي انا كنت جايباه المره اللي فاتت كان عامل حبه حلوين للمخلل وخلص مسافه يومين 3 خلص. ماشي. احنا بنحب المخلل يعني عموما. المهم تعالوا بقى معايا كده نضفت الكروم وطلعت بالصلاه على النبي للمخلل جوه على ما اخش اخلله، لان الميه قطعه. المشكله ان الميه قطعه. فقلت لها انا مش هيجي لي تقتان انني اسيب الطماطم والكرنب في البلكونه كده، حاسه ان حاجه ناقصاني. فانا جبت الطشت، فضيت العدايه اهي في الطشت اهو، ناقصها عمر عشان لو الحاجه دي اتحط اهو، وحطيتها بقى في الطشت وعماله بقى ايه انضف زي ما انتم شايفين كده، والميه قاطعه. ماشي. عند الخزان مليان ميه جوه. لما اخلصها هقوم بقى ايه اغسلهم واشطفهم وانضفها، واقوم بقى ايه هشوف اشركت بتقولوا تحطها كده في الفريزر يا صلصها بقى لا واعملها لما بالصلصة. تتصلص بتبقى مش حلو. لا ده بالصلصه حلو. لا باجي احط في الاكل بتبقى عامله زي الميه. خلاص المهم ما علينا. المهم ما اشوف هعمل ايه. لو لقيت مكان في الفريزر، هسيبها كده، لو ما لقيتش هصلصها بقى. طبعا يا حبايب قلبي هنا بحط التنظيف وبنضف كده يا حبايب قلبي اهوت. نضفت الكرومب اهو زي ما انتم شايفين اهو منضفاه. عشان كانت بتقول يا ماما كان عليها درس وقالت لي يا ماما بتعملي فيديو وانت بتعملي الكرومب، قلت لها لا ما لقيتش حاجه. عبد الله مع ابوه وابوه في الشغل، ومحمد كان في المدرسه نايم. ومحمد نايم وشجت كانت في الدرس. مين اللي هيصور؟ انا وكريم. كريم اللي هيصور مش هيعرف. ده كريم بقى يمسك الكاميرا. المهم نضفت الكرومب على ما الشجت جت، وحطيت بقى بتاع المخلل جوه على ما الميه تيجي يغسله بقى واشطفه عشان عايز غسيل حلو. بس زمان بقى غليت. واقوم حاطاه بايه؟ واقوم حاطاه بقى اغسله حلو المخلل بتاع اللي هو العنق والورق اللي هو المقطوع ده، اقوم حاطاه في المخلل بس عايز يتغسل. قلت اما الميه تيجي بقى ونعلقتها على ميه علشان اسلق الكرومب ده واحطهم في الفريزر. ماشي. يجوا كيسين يجوا 3 زي ما يجوا، عشان نعمل في رمضان بقى محشي. والطماطم بقى نضفها اهو. بصوا يا حبايب قلبي اهو زي دي، اقوم عامله كده اهو، واقوم شقها نص ما فيش فيها اي حاجه اقوم مقطعاها كده اهو بس اهي. تاني اهي اقوم حايشه العنق بتاع اللي هو اللفظ الحته الخضراء دي، واهي عايزه تتغسل بقى جامد غسله حلوه، غسلتين حلوين، وحط في الفريزر يا صلصها بقى اهو. اهي دي ما فيهاش اي حاجه خالص اهي. كل الحلوين أهي. شغلوني بس انت اهي شغلتيني. تاني هنحوش العرش الاخضر ده اهو الحته الخضراء، الحته الخضراء اهو في الزباله اهو، وايه ونقطع تاني صغير وموجوع العنق الاخضر قوم عامله كده اهو يا زماني تركني بحالي قوم ايه اهو تركني روح بيكفي جروح تاني اهو منك ببال اهو خلي حياتنا تروح يا حبيبي طمع فينا مفيش فيها واحده عينك توجعك مني غازلني كلمة سمعني شو ذنبي انا امي يلا فش هزغزغي ترى بقول في الشتي. بصي يا حبايب قلبي ده هي بقى مطرح القفص اهي. بصي يا ابله مطرح باينة. القفص اهي
عامله كده اهو، الحته اللي مطرح القفص اهي اهي، مش وحشه اهي اهي. وكري الحته الخضراء اقوم عامله كده اهو. ماشي يا حبايب قلبي اهو، اقوم عامله كده اهو. ماشي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده ماشي. وعلى الحال دي ودوبك تتغسل غسله نظيفه وتعبي في كيس وفي الفريزر وشكرا على والله كده. العظيم اقسم بالله ما فيها حاجه. صوري يا شباب قوي قوي اهي اهي جميله اهي 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 كلتها اهي اهي. ولا يشغلك خالص. صوري لي دي كده اهي، صوري لي دي، صورها لي هنا. ما هي دي العنق بتاعها اهو يا جماعه. ده على اصلي. يلا اما احنا بعلي الاضاءة عشان ايه الدنيا بتضلم فبعلي الاضاءة. خضرا وقوم ايه اهي هي الطماطم في الاصل حمرا اهي. ها. بقول الطماطم في الاصل حمرا بس انا يا جماعة اللي بعلي الاضاءة عشان ايه تشوفوا. عشان احنا امتى العشي انا بعلي الاضاءة برضه. يلا يا حبايب قلبي نسيبكم اهي. ويا دوبك على كده غسل في الفريزر وشكرا على كده. ماشي. هو الفيديو كام يا شباب؟ 12 يا حبايب قلبي ماشي ماشي. بصوا اخلص انا بقى وارجع لكم اما نشوف هنعمل فيها ايه. ماشي يلا. ازيكم يا حبايبي، عمنا يا رب يكون خير صحة وسلامة. متنسوش يا حبايب قلبي اللايك والاشتراك. وحبايب قلبي رجعنا لكم تاني. اول حبايب قلبي امي طبعا خلصت. امي الصراحه تعبت وقامت وايه وهي جوا دلوقتي فانا قلت لها انا اعبيهم انا مكانك واغسلهم. فطبعا انا حطيت تعالى محمد هنا. طبعا انا حطيت ميه فبقى عشان اغسلها فيها غسلت شويه بشويه في كل طشت غسلت شويه بشويه. وطبعا الكرنب اهو هو ده وخلينا ده كمان والطماطم اهي والطماطم اللي عبيتها في الاكياس زي ما انتم شايفين زي ما انا قلت لكم اغسلهم ومع الاكياس على طول. والله يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك ويلا وشكرا يا حبايب قلبي على التعليقات الحلوه ويلا باي.